أهلا وسهلا الإخوان والأخوات، اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا على خير وبخير. اليوم ان شاء الله غادي نقدموا هاد لي كروكيت اللي كيجيو زوينين ممتازين، كيجيو ولذاذ بزاف. فما غاديش نطول عليكم، نبقاو مع المقادير وطريقة التحضير. هنا اول حاجه غادي نحتاجو 3 ديال البصلات كبارين، يكونوا مقشرين ومقطعين هكا مربعات صغيورين. غادي نحتاجو لدان دفيمي مقطع طريفات صغيورين، واحد معلقه كبيره ديال الهريسه، والزيتون مقطع تقريبا قياس ديال 3 المعالق. عندي هنايا البسباس اللي نحيدو له ديك الورق ديالو، ماشي اللي كيكون بحال الربيع هكا، كيكون ديالو كنحيدوه وكنقطعوه، كيعطي واحد لوغو زوين. الا ما كانش ضيفو في بلاصتو الحبق. هنا غادي نضيف الملحه قياس ديالي، بعد غادي نضيف الخرقوم، ما كنقويوش بزاف. غادي نضيف السودانيه، والثومه بودر. الا ما كانتش متوفره الثومه بودر، حكوا واحد نص فص ديال الثومه. شوفوا هنا راه عندي زلافه ديال السميده اللي غادي نبقى نهز منها هكا شويه بشويه وكنخلط. فما خصنيش السميده تجي غالبه على البصله. غادي نضيف هاد 4 البيضات هادو. كاينه بعض المره غير 4 البيضات ولا 5 غادي يكفاو. بحق انا في هاد القياس هذا راه ضفت 6 ديال البيضات، لانه واخا ضفت هاد 4 بقى خاص واحد شويه د البيض. صافي كنبدا نخلط مزيان هاد المكونات كامله. شفتوا معايا ما غاديش يتخلط كامل، داكشي علاش غادي نزيد واحد 2 بيضات. فهنا يبقى عندي المجموع ديال البيض هو 6 البيضات. هاد المكونات هادو اللي درنا غنضيفو لهم 6 ديال البيضات وزلافه ديال السميده. شوفوا معايا راه بقى فيها تقريبا واحد 2 معالق اللي بقاو شاطو. صافي هنا بعد ما خلطتها كامله هكا مزيان، جبت واحد المقله ودرت فيها الزيت ودرتها تسخن. صافي ملي كتسخن كنجيبو واحد المعلقه هكا وكنبقاو نهزو. الا لاحظتوا معايا كنهزو داكشي عشوائي. فهذا هو السر ديال يعني لي كروكيت، كنهزوهم هكا هي بمعلقه وكنديروهم كتجي وحدها هكا، مكيكونوش دايرين ولكن كيكونوا عندهم واحد الحجم بوحدو، لان كنهزوهم هكا عشوائيا ونخليوهم يطيبوا. عرفتي هاد الوصفه هذه راها كتجي ساهله، وكما قلت لكم الا ما كانش متوفر البسباس فخذوا الحبق كيعوضوا، اولا ازير وقطعوه هكا طريفات صغيورين وضيفوه. كيعطي واحد لوغو واحد النسمه زوينه بزاف. السحتر حتى هو كيعطي واحد النسمه زوينه بزاف. ولكن تبارك الله عرفتو هاد لي كروكيت هادو كيجيو ساهلين. شوفوا معايا كيفاش كنحطهم بالطريقه باش كنحط، يعني كنهز بالمعلقه وكنحط هكا عشوائي داكشي. ولكن راه كيجي فيهم واحد المذاق يا سلام.
هاد لي كروكيط هادو كانوا صافي كنكمل عليهم هكا كاملين صافي، وتنبداو نقلبوهم تياخدو هاد اللوين، نقلبوهم حتى ياخدو هاد اللوين هكا مذهب، ونديرو ضروري 2 ديال الفرشيطات شفتو تبارك الله كيفاش كيجيو فيهم واحد اللوين رائع. كيفاش كيجي فيهم اللوين رائع، ولكن راه حتى المذاق كيكون فيه واحد المذاق زوين لان السميده ما كتجيش شاربه الزيت بزاف، فما كيدخلش لي كروكيط ما كيجيوش من داخل مزيتين، كيجيو خفافين حيت السميده ما كتخليش هكا الزيت يدخل. فصافي ملي كيتحمروا لي واحد شويه كنحيدهم، كنكون فرشوا واحد البابي ولا كاغيط هكا في ديك الطبسيل، وحاولوا تحطوهم فيه المره الاولى باش يشرب الا كاينه شي زيت ولا شي حاجه. عرفتوا تبارك الله كيفاش جا فيهم واحد اللوين واعر. صافي انا غادي بقات لي هاد القليه هادي، شفتوا تبارك الله كيفاش كيجيو فنين تبارك الله. هذيك البصله كتكون في وسط منهم، كيجيو رائعين تبارك الله، وكيشبعوا. ماشي ملي كتكوني كتاكليهم تبارك الله ماشي خفافين، وانما واخا هكا يشبعوك ما شاء الله. الانسان يديرهم سواء في الفطور في هاد المناسبة ديال رمضان، او لي يحطهم هكا غير عاديين في الايام العاديه كيجيو زوينين. فكيجي هو هذا الشكل النهائي ديالهم بعد ما كنحطهم في واحد البابي كينشفوا واحد شويه. صافي وشوفوا معايا تبارك الله كيفاش كيجيو مقرمشين، كيجيو زوينين. نتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، وما تنساوش تخليو ليا واحد اللايك الى عجبكم هذا الفيديو هذا، وبصحة والراحة.